اخر ما كاين في النصب. قبل ايام في تنغير شدوا واحد المراه نصبت على اكثر من 60 واحد اغلبهم نساء. المشكل ماشي في العدد بل في الطريقه الغريبه والجهنميه اللي دارت باش تنصب عليهم. هاد السيده كتقول للناس باللي عندها واحد الصندوق عجيب ساكن فيه جن سميتو حمو. هاد حمو عنده قدره غريبه وعجيبه على مضاعفه الفلوس وتحقيق الامنيات، وكيدير داك الشيء اللي ما قدر يديرو بنك المغرب براسو. كيفاش هاد الشيء؟ هاد السيده كتقول للناس باللي الجن حمو اللي ساكن في الصندوق عنده قدره على مضاعفه الفلوس، يعني مليون يولوا جوج المليون تولي 4 وهكذا حتى وصلت ل10 المليون في عمليه نصب محكمه. وين كيضيعوا الفلوس؟ كتقول لك الجن حمو كلاهم، وسير انت اتبع الجن حمو. وبالمناسبه كندعي النيابه العامه في تنغير على انها تصدر مذكره بحث وطنيه في حق المدعو الجن حمو، هذه من باب الطرائف فقط. ولكن المحزن والمؤسف في هذه القضيه هذه هو على اننا نحن اليوم كنعيشوا سنه 2024 ولا زلنا نسمع مثل هذه الوقائع. ولولا الجهل ولولا انتشار الاميه ولولا الاستثمار في الجهل والاميه على مدار سنوات طويله متراكمه من حكومات متعاقبه اللي اعطتنا اعطاف في التعليم واعطتنا اعطاف في الاعلام واعطتنا اعطاف في الصحه، ها هي النتيجه اليوماتيه. ولهذا لا نستغرب بتاتا. انا بغيت نفتح قوس بالمناسبه ونقول على ان هذا الجن حمو اللي كيضاعف الفلوس في تنغير حسب هذه السيده هذه، حنا عندنا جنون في السياسه ما كيضاعفوش الفلوس، ولكن اللي اتك على شي حاجه كيديها. وهنا جميع الصناديق من الجماعات المحليه وانت طالع الى المؤسسات العموميه الى صناديق الدعم، اللي اتك على شي حاجه كيديها. حنا هنا ما كنعموش، ولكن كاين مجموعه من الاشخاص اللي كيمارسوا الشان المحلي وعلي على يتواجدوا على راس مجموعه من المؤسسات العموميه اللي خواو الصناديق ديال الدوله. وهذا كنسمعوه وكنقراوه يوميا، واليوم مفتوحه مجموعه من المتابعات ضد هؤلاء الذين هلكوا هذه الصناديق هذه، ولا معاهم الجن حمو ولا معاهم حتى شي واحد. والغريب في الامر على انه هذا الجن حمو اللي اشتغل اليوماتيه في رمضان كاع حنا اوائلنا كانوا كيقولوا لنا على ان الجنون مسدود عليهم مربوطين. اذا كيفاش خرج لنا هذا الجن حمو؟ هو خرج اليوماتيه في تنغير، ولكن هذا الجن حمو راه كاين في بزاف منه، امثله منه بزاف كاينه في المغرب اللي خرجت على هذه البلاد اللي فيها مجموعه من الخيرات على المستوى الطبيعي وعلى المستوى البشري. الموارد البشريه فيها بزاف، ولكن للاسف بهكذا ممارسات بهكذا يعني سرقه خلاوها خاويه للاسف. وكنقول وكنأكد على انه اليوماتيه المطلوب نرفعوا من منسوب الوعي داخل المجتمع، المطلوب نطلقوا يعني نتفصلوا مع الظواهر الغريبه اللي كاينه ديال النصب والاحتيال، لاننا الكذاب ما يليق له غير الطماع. وهذه هي النتيجه. والناس عاد تلود اليوماتيه في المجتمع على الفلوس باي طريقه كيف ما كانت هذه الطرق، سواء بالحرام ولا باي وسيله من الوسائل. ولهذا تلقى ناس كتعرف في وسائل التواصل الاجتماعي وفي التيك توك وتقول وتدير شي حركات غريبه جدا فقط من اجل المال. اليوم خاصنا نحسنوا المجتمع ديالنا بالعلم، نحسنوه بالثقافه، نحسنوه بالقيم، ونحسنوه بالاخلاق، ونحسنوا الشان السياسي ديالنا. وهذه رساله كنقولها من هنا للاحزاب السياسيه ولممارسي الشان العام. الله يجازيكم بخير. راه انتم ماشي دار ابا سفيان من دخلها فهو امن، لا، ماشي غير اللي جاكم طالب الحمايه تدخلوه. انتم كتمارسوا الشان المحلي، وهدوركم هو تطهير المجتمع، هو تنقيه بيوتكم انتم الداخليه، هو تنقيه الشان السياسي. لان الدوله اعطاتكم اشارات قويه، وجلاله الملك اعطاكم رساله في تخليق الحياه السياسيه، والاشارات مفاتيح تصلكم يوميا. ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. واللعنه التي ضربت الاحزاب السياسيه اليوم واللي كنشوفها وكنقراوها على مستويات متعدده وكانوا متفقوا راهي واضحه للعيان ولا تحتاج الى تعليق. هنا غادي نوقف وغادي نقول الله يحفظنا ويحفظكم من الجن حمو ومن غيره من الجنون اللي تسلطوا على الصناديق ديالنا. تحياتي لكم والسلام عليكم.